نتيجة الثانوية العامة 2025. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، رب تكونوا بخير وربنا يفرحكم ويطمن قلوبكم. يعني زي ما قلت لكم امبارح، النتيجة إن شاء الله بأمر الله تعالى. يعني يا التلات متأخر يا إما يوم الأربع بإذن الله. وطالما الأوائل لسه ما طلعوش فأنت لسه يبقى ما فيش نتيجة، فأنت ما تدورش على النتيجة غير بعد على الأقل 12 ساعة من إعلان العشر الأوائل في كل الشعب. وطبعا ربنا يعني يكتبكم من الأوائل ومن المتفوقين بأمر الله تعالى. يبقى أول حاجة يا جماعة ما ندورش على النتيجة غير بعد إعلان الأوائل بشوية وقت كويسين، دي حاجة. تاني حاجة النتيجة يعني إن شاء الله هتبقى آخرها الأربع بإذن الله. تالت حاجة الأيام دي هتلاقي كل شوية يقول لك إن نتيجة الثانوية العامة، ظهور نتيجة الثانوية العامة، وهتلاقي لينكات كتير وكلام من ده. كبر دماغك، ما تشغلش بالك، ما تدخلش على أي حاجة من الحاجات دي. النتيجة وقت ما تظهر هتلاقي الدنيا كلها عارفة إن النتيجة فعلا ظهرت، والكلام ده مش هيحصل غير بعد ظهور الأوائل بأمر الله تعالى. رابع حاجة، كل سنة ليلة النتيجة بيظهر حاجة اسمها تسريب النتيجة، بتبقى نتيجة غلط ما بتبقاش صحيحة، وبتبقى في الغالب درجاتها كلها عالية. يعني كل واحد بيشوف نتيجته بيلاقي درجات عالية قوي قوي، وهي أصلا مش درجاته. ديت وظيفتها إيه؟ دي وظيفتها يلعب عليك أنت، عاوز يلعب بمشاعرك أنت. نتيجتك مثلا امبارح بالليل كانت 98%، تاني يوم النتيجة 90%، فأنت تقول ده أنا نتيجتي اتغيرت، ده أنا حد سرق نتيجتي. فيقوم برضو اللي عمل كده يلعب عليك ويضحك عليك ويقول لك طب ادفع فلوس وانا هغير لك نتيجتك وهرجع لك نتيجتك الاصليه، او هزودك او هعلي لك. كل الكلام ده نصب، والنصب هيكتر قوي قوي الايام دي. خلي بالك انا بقول لك كلام بيحصل كل سنه، هيضحك عليك من الايام دي. طبعا هم شغالين، اكيد ناس كلمتكم، سواء بقى في اي جروب او في اي حاجه، ان احنا بنعرف حد بيعدل الدرجات الكلام ده كله. وبيكتر قوي بعد ظهور النتيجة. الناس بيبقى بيستغل بقى حزن واحد على درجته وحزن واحد على كذا. طب انا هعدل لك النتيجة، طب بس ادفع كذا. كل الكلام ده يا جماعة غير صحيح. عشان بس انا بقول لك عشان تريح بالك وعشان ما تضيعش فلوسك على الفاضي. واتمنى ان القرايب والجيران والصحاب يسيبوا الناس في حالها وقت النتيجة. الناس بتبقى قاعدة توتر وخوف ومش عارفين هم رايحين فين، شايفين مجموع مش عارفين المجموع ده موديهم فين، فرحانين شوية زعلانين شوية. فمعلش ابعد عن الناس شوية وسيبهم. في ناس، يعني انا اعرف ناس بيحكوا لي، بيقول لي ده عمي فلان او خالي فلان او قريبي فلان او صاحبي فلان مش بيجي لنا غير وقت النتيجة. تلاقيه جاي يرن الجرس لو النتيجة طالعة على الساعة 7 الصبح، تلاقيه جاي لنا الصبح. يا ريت نسيب الناس، يعني نديها كده ايه وقت راحة يستعيدوا يعني تفكيرهم، يعرفوا هم هيعملوا ايه وناويين على ايه، ويفكروا كويس ويفرحوا مع نفسهم. هم بلغوك ابني فلان جاب كذا الحمد لله، انت تقول لهم الف مبروك وتسيب الناس في حالها معلش. واخر حاجة، لو انت ولي امر، الحاجة الوحيدة اللي ابنك عمره ما هينساها يوم النتيجة، سواء ان شاء الله بالفرحة والسعادة او لو لا قدر الله فيها اي مشكلة، الحاجة الوحيدة اللي ابنك عمره ما هينساها هو حضنك ليه ودعمك ليه يوم النتيجة مهما كانت النتيجة ايه. هي دي الحاجة الوحيدة اللي عمره ما هينساها. هيبقى كده راجل كبير عنده 70 80 سنة، وهيفتكر ده انا ابويا او امي او اخويا يوم النتيجة خدني بالحضن وقال لي الف مبروك، او قال لي زي الفل شد حيلك، ده كده مية مية، احنا كده الحمد لله. اي كلمة في الوقت ده هتبقى احسن حاجة. بلاش نلوم، بلاش نعاتب، انت ما ذاكرتش، اصل انت ما عملتش، اصل صاحبي عمل، اصل فلان عمل. اوعك تعمل كده مع ولادك، لان والله العظيم انا بقول لك اهوت، والله يا ابني ما هيفرق، والله ما هتفرق، كله محصل بعضه. اهم حاجة ابنك هيبدأ بقى من النهاردة يتعلم ايه ويطور نفسه في ايه، هو ده اللي باقي. علموا اولادكم، علموا اولادكم البرمجة، علموا اولادكم لغة، علم ابنك تسويق، علم ابنك اي حاجة هو بيحبها مع الشهادة بتاعته. هو ده اللي باقي، هو ده اللي هينفعه. يعني الايام ديت، يعني لو انتوا حتى دورتوا وشفتوا، ما عادش في تكليف يا جماعه. التكليف كله بقى حاجه اسمها حسب الاحتياج، والاحتياج ما بقاش غير في الطب البشري اللي هو بياخد 9000 طالب، وانتوا كلكم حوالي 700 الف طالب مثلا لو بنتكلم عن علم علوم. فالموضوع يعني 9000 من 700 الف او 650 الف، قارن كده الرقم، فرق كبير قوي قوي. يعني 9000 بس اللي هيدخلوا طب والباقي مش هيدخل طب، يبقى الباقي ده مش هيتفوق. روح شوف كده حواليك وشوف الناس المتفوقة والناس اللي ناجحة والناس اللي عندها شركات والناس اللي عندها مشاريع. مش لازم يبقى دكتور. إيه، طمن ابنك وقول له كمل واستمر. خلي بالك الأيام دي أو النتيجة بتبقى نقطة فاصلة في حياة ابنك، فأنت حاول تساعده فيها وحاول تقف معاه فيها. وتقرب منه، ما تسيبوش لوحده. كله خير بأمر الله تعالى. أهم حاجة إحنا هنتعلم إيه. أنت لما بتروح تشتغل
مش بيقول لك انت خريج ايه، لا بيقول لك انت بتعرف تعمل ايه. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويوفقكم، ويا رب كل واحد فيكم يحقق احلامه ويفرح بولاده ويفرح بنفسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.